بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أوشك رمضان أن ينتهي، أليس كذلك؟ فعلينا أن نجني من هذا الشهر ما نداوم عليه إن شاء الله بعد رمضان، فإننا والحمد لله قد أقبلنا في هذا الشهر على الله عز وجل بكل أصناف الطاعة والعبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ إن كان من الصيام، وإن كان من القيام، وإن كان من الصدقات والجود والبذل والعطاء، وإن كان من قراءة القرآن. فرب رمضان رب شوال، أليس كذلك؟ ورب ذي القعدة، ورب رجب، ورب شعبان. فلماذا لا نقبل على الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الشهور وفي هذه الحياة؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ فرمضان هو مدرسة وتهيئ وتدريب، فعلينا أن نستمر في هذا الإقبال وهذه الطاعة وهذه العبادة، ولا نقطع أنفسنا عن الود والحب بيننا وبين الله عز وجل. والله يريد منا الطاعة ويريد منا الإقبال، وكلما أقبلنا على الله سبحانه وتعالى الله يقبل علينا أكثر وأكثر. فنحن تدربنا والحمد لله على قيام الليل وعلى التهجد، أليس كذلك؟ ما رأيكم أن نعاهد الله عز وجل أن نستمر في هذا الإقبال، في هذه الطاعة، في هذه الخلوة بيننا وبين الله عز وجل؟ قيام الليل، التهجد بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهذا دأب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو شعار الصالحين، شعار الصالحين. والله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الإقبال، فقال تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إذا سألتم الله سبحانه وتعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هي الفردوس الأعلى بدها عمل، بدها شغل، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يحثنا ويطالبنا بهذا الإقبال وبهذا العمل. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا الإقبال له نتيجة. ما هي نتيجته؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شو القرة الأعين؟ غاية الرضا وغاية المنى من قرة أعين. الله يوعدنا سبحانه وتعالى: إذا تجافت أجسامنا وأجسادنا عن الفرش وقمنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوعدنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طبعا وردت أحاديث كثيرة في فضل قيام الليل. من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. من اللي عم يدعي؟
مين اللي عم يدعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في الليل وصليت بين يدي الله. رحم الله، أي يا رب، أي معنى رحم الله؟ يا رب ارحم من يقوم بالليل ويصلي بين يدي الله. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. بس ما يطلقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. شو العطاء من الله سبحانه وتعالى؟ شو الإكرام؟ شو الإكرام من الله عز وجل؟ عم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين أو الآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، من أولى بالكرم. ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل. وهم قليل يقومون الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم، هنا الشاهد في الحديث، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. شو هو شرف المؤمن؟ قيام الليل. وعزه استغناؤه عن الناس. وعزه استغناؤه عن الناس. كل ما استغنيت عن الناس كل ما الله بيعزك. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل؟ شوفوا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره رب العالمين أن يقوم الليل ويصلي بالليل، فاستجاب لربه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفة صلاة قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، بلش بسورة البقرة، فقلت: يركع عند 100، عند 100 آية، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، معناتها بده يكمل سورة البقرة في ركعة. فمضى فقلت: يركع بها، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. طبعا هو ما كان في ترتيب الصور، انه قرأ النساء بعدين آل عمران، هو بترتيب المصحف آل عمران بعدين النساء. قال: يقرأ مترسلا. شو معنات مترسلا؟ يعني مو حدر، لا، يعني ترتيل، يعطي الحروف حقها، يعطي الأحكام حقها.
وإنه الله عم يقرأ كمان بسرعة بعملت هيك خلص سورة البقرة، لا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح. يعني اليوم الإمام إذا بده يوقف هيك يسبح، يعني يستم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فورا بردوه يا الله لا توقف ركود، فبيضطر لا حول ولا قوة إلا بالله بضل مضطر عم يركض. قال وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال دعا. يعني مر على آية فيها الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. مر على آية فيها النار، أعوذ بك من النار. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع نحوا من قيامه. ثم ركع نحوا من قيامه، يعني قديش أكل قيامه؟ ساعتين 3 4. ركع قديش؟ ساعتين 3 4. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. وقف ساعتين 3 4 5، ركع 5 ساعات، اعتدل 5 ساعات. الله أكبر. شو عم نصلي نحن؟ شو عم نصلي نحن؟ بيقولوا لك أخي النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، تقول له التراويح 20، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات. تعال صلي بصلاة النبي، صلي ركعتين بس مو 8، يكفيك ركعتين مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. طبعا قيام الليل هذا يعني على الهامش، قيام الليل بحق النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر أيها الإخوة بصفة قيام من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان انتصابهم بين يدي ربهم في كل ليلة يناجونه. وهو القائل في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. رؤي الإمام الجنيد رحمه الله تعالى بعد وفاته في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال طاحت تلك الإشارات، وفنيت تلك العبارات، وأبيدت تلك الرسوم، وغابت تلك العلوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها وقت السحر. الإنسان يعني يرتفع ويرقى بالخلوة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإمتى بتكون الخلوة؟ بين يدي الله في الصلاة وفي الليل، وتقرأ كلامه سبحانه وتعالى. هذه هي التي تنفعك وترفعك وتقدرك عند الله عز وجل. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقسم الليل إلى 3 أقسام: قسم ينام فيه، وقسم يطالع فيه الحديث ويستنبط، وقسم يتهجد فيه. وكان يقول لولا مذاكرة الأحباب في العلم والتهجد في الليل ما أحببت البقاء في هذه الدار. والله لولا القيام الليل اللي عم قومه والتهجد بين يدي الله سبحانه وتعالى ما حبيت الدنيا كلها. وسئل الإمام الشبلي رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير عمل المرء كسب يمينه، فقال إذا كان الليل فخذ ماء وتهيأ للصلاة، وصل ما شئت ومد يديك وسل الله عز وجل، فذلك كسب يمينك. شو اعتبر كسب اليمين؟
يعني الرزق الحقيقي شو هو اعتبره؟ الوقوف بين يدي الله عز وجل. طبعا الصالحين كانوا يتفننون في التهجد وفي قيام الليل، وأول أمر يعتبروه وعندهم يعني أغلى شيء هو الخلوة مع الله عز وجل والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أبو يزيد البسطامي يقول الشيخ ابن ظفر المكي في كتابه أنباء نجباء الأبناء: بلغني أن أبا يزيد البسطامي وهو عيسى بن طيفور لما كان صغيرا وحفظ قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال لأبيه: يا أبت من الذي يقول له الله تعالى هذا؟ قال: يا بني ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الولد: يا أبت ما لك لا تصنع كما صنع صلى الله عليه وسلم؟ قال الأب: يا بني قيام الليل خصص به صلى الله عليه وسلم وبافتراضه دون أمته. فسكت الغلام. فلما حفظ الغلام قوله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، جئت الحجة للولد: وطائفة من الذين معك. قال: يا أبت إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الجماعة؟ قال: يا بني أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال الغلام: يا أبت فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أي خير عم نتركه نحن الشيء اللي فعله النبي وفعله أصحابه؟ فقال الوالد: صدقت يا بني. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي، فاستيقظ الغلام ليلة فرأى أباه يصلي، فقال: يا أبت علمني كيف أتوضأ وأصلي. فقال أبوه: يا بني أرقد فإنك صغير. نام، هلا أنت نام، خليك نايم. هي كلياتنا بتصير معنا، مو هيك؟ نام، خاف على ابنه، إذا بتخاف عليه فيقوم. فقال: يا أبت إذا كان يوم القيامة فقلت لربي إني قلت لأبي علمني أتوضأ وأصلي معك فأبى، وقال ارقد فإنك صغير، أتحب هذا؟ قال الأب: لا والله. فكان يصليان القيام سوية. هذا أبو يزيد البسطامي من كبار الصالحين. قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. بدك نور، بدك وضاءة، بدك عز، لا تترك قيام الليل. وقيل أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود كذب من ادعى محبتي، كذب من ادعى محبتي، وإذا جن عليه الليل نام عني. أليس كل محب يخلو بحبيبه؟ أنت بتحب الله؟ وقف بين يديه، بينك وبين الله لحالك، ما حدا يشوفك. وبعد قراءة هذه الأحاديث التي تبين فضيلة قيام الليل وما أعد الله للمتهجدين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نسأل الله سبحانه وتعالى وأن نكون منهم. ولكن في عنا سؤال: كيف نحافظ على قيام الليل؟ لأن نحن بنسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع التوجيهات من الله تبارك وتعالى،
بيتشجع يصلي يوم يومين ثلاثة يرجع يعني كما كنا. شلون بدنا نحافظ على قيام الليل وما نترك قيام الليل؟ مو بس برمضان، على مدى الدهر إن شاء الله. أولا الإرادة والتصميم والعزيمة. أنت مقتنع بقيام الليل؟ نعم مقتنع، هي أهم شيء. إيه مقتنع، بس ما عم بقدر أقوم. فبده يكون في عندك إرادة وتصميم وعزيمة. 2 تعشى ونام. شو رأيكم؟ بالعكس تمام. عندك بتحب قيام الليل، بتحب التهجد، إذا اضطريت بدك تاكل لا تتقل. إذا بتنام بدون أكل أفضل. إذا بتنام المساء بدون أكل أفضل، طبعا طبيا أفضل، وجسديا أفضل، وروحيا أفضل. إذا اضطريت والله جوعان ما بقدر لا تتقل. كانت يعني من المساعدة على الاستيقاظ على قيام الليل. 3 اسهر للساعة 2 وقول بدي في الساعة 4 على التهجد. بتفيق؟ أعوذ بالله، ما حتقدر تفيق. فمن المساعدة على قيام الليل والتهجد نم باكرا. ولما أنت بتنام باكر النبي صلى الله عليه وسلم عم يدعي لك: اللهم بارك لأمتي في بكورها. طبعا بكورها تحتمل الوجهين، بكور الصباح وبكور الليل، انك تنام بأول الليل كي تستطيع أن تستيقظ على قيام الليل والتهجد. رابعا الأخذ بالأسباب. اربط المنبه، والله أنا بفيق على قيام الليل وبدي فيق على التهجد، بس ما لك لا رابط منبه ولا قلت لحدا يفيقك خلاص الله بيفيقني. الله بيفيقك مزبوط، بس انت بدك تاخذ بالأسباب. تمام اخواني؟ 5 وهي أهم شيء، إذا كنت بالفعل تريد ذلك توجه إلى الله واطلب منه: يا رب أيقظني في أحب الأوقات إليك، يا رب لا تقطعني عنك، يا رب. توسل إلى الله سبحانه وتعالى كي يعينك على قيام الليل وعلى الوقوف بين يديه، لأنه والله إخواني الكرام مغنم عظيم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربح ما بعده ربح الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فاسأل الله كما تسأله الدنيا، اسأله أن يوقظك وأن يعينك وأن يقويك على هذا الأمر. قيل لعبد الله بن مسعود: ما نستطيع قيام الليل، ما عم نقدر نقوم قيام الليل، بقوم يوم بقطع شهر، ما عم نقدر. فقال: أقعدتكم ذنوبكم. شو اللي أقعدكم؟ ذنوبكم. فبده واحد يعني يخفف من الذنوب. قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئاتك. يعني إذا واحد ما عم يقدر يقوم على قيام الليل والتهجد يعرف على حاله أنه هو مذنب، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويحب أن يسمع منهم. لما بيذنب يصطفل يروح. تمام اخواني؟ وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أوليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفر طريق القيامة أبعد.
فخذوا له ما يصلحكم، حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. أين رجال الله؟ من هم رجال الله؟ من هم رجال الله؟ أهل الليل، أهل الخلوة بالله سبحانه وتعالى. يا رجال الله جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من لزمه، من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. قال شقيق البلخي رحمه الله تعالى: طلبنا خمسا فوجدناها في خمس، طلبنا نورا في القبر فوجدناها في قيام الليل، وطلبنا الري يوم القيامة فوجدناه في صوم النهار، وطلبنا البركة فوجدناه في صلاة الضحى، وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن الكريم، وطلبنا الجواز على الصراط فوجدناه في الصدقة. منين جاب الكلام؟ تحقق يعني هالشيء، صارت يوم القيامة، صار الصراط، شو رأيكم؟ ولكن كله من النبي صلى الله عليه وسلم، استنباطا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، هو الصادق المصدوق. لما بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهو كذا. قيام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهو كان من كبار الصالحين ومن الأولياء ولا نزكي على الله أحدا. قال أبو الفتح الهروي قادر الجيلاني: بت عنده ليلة فرأيته يصلي أول الليل يسيرا، ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، ثم يصلي قائما على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب الثلث الثاني، وكان يطيل سجوده، ثم يجلس متوجها مشاهدا مراقبا إلى قرب طلوع الفجر، ثم يأخذ في الدعاء والابتهال والتذلل، ويغشاه نور يكاد يخطف الأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر. كان يمشي ونور ساطع أمامه، وهذا شيء ملاحظ، كان شيء ملاحظ منه. سئل عبد الله بن المبارك عن صفة الخائفين فقال: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. اللي الله بيحبه شو بيساوي؟ بيحبب الناس فيه، مو هيك؟ كيف الله بده يحبك؟ قف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأخذ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بيد الحسن بن زياد رحمه الله تعالى فقال له: يا حسين، ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول الرب:
كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. أنا بحب الله. طيب وينك وقت بده إياك الله؟ ما بدك تعبر عن هالحب؟ مو هيك؟ الحب كلام ولا فعل؟ شو رأيكم؟ فعل، مو هيك؟ كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ شو رأيكم؟ نداوم على قيام الليل؟ تعاهدوا الله ولا ما بدنا نعاهد الله؟ شو رأيكم؟ مين بيعاهد الله؟ يرفع ايده، والباقي ما بدهم يعاهدوا الله. بعد الحكي كله ما بدنا نعاهدوا الله. ما بدك القرب من الله سبحانه وتعالى؟ عاهد الله. انت بتقول ان والله في قابل ما اقدر. اذا عاهدت الله واستعنت بالله الله بيعينك، الله بيعينك. تمام اخواني؟ فعاهد الله واستعن بالله، والله سبحانه وتعالى يكتب لك هذا التوفيق. والله إخواني اللي بيقوم الليل هذا من الموفقين. بدك تكون من الموفقين، لا تترك قيام الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.